بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معانا السلام عليكم. طبعا معانا في التحدي رقم 18. المفروض ان انا عايز اعمل بروجرام بالجافا سكريبت بكونفرت كوما separated values CSV string to a 2D array. معنى ايه؟ يعني مثلا انا عندي شوية الاكزامبلز دي معايا، مثلا ABC كوما DEF كوما GHI وهكذا في السطر اللي بعده وهكذا في السطر اللي بعده. المفروض ان دي جملة كاملة على بعضها. انا المفروض اول ما ديتكت ان في هنا، عشان هنا بيقول لي a new line indicates a new row in the arrays، يعني اول ما اشوف في انتر يعني سطر جديد كده، يبقى ده بالنسبه لي يعني لاين جديد او رو جديد. مع ذلك المفروض ان انا ابدا ان انا اقطع السطر الكامل معايا دي ل arrays او لكيز او اسف او لفاليو جوه الاري دي من خلال الكوما. يعني ايه؟ انا مش فاهم. على سبيل المثال جيت خدت الجملتين دول عملت لهم كوما كده بالشكل ده، او اسف كومنت بالشكل ده. تمام. وهبدا اديتكت هل هنا في نيو لاين، يعني هو عمل انتر كده ونزل سطر جديد وبدا يكتب ده. فكده معناه ان ده بالنسبه لي array وده بالنسبه لي array. طيب انا لو حطيت دي كده لوحدها كلها، دي بالنسبه لي one value، يعني على سبيل المثال هي كده. تمام. لا انا عايز اقطعها، يبقى دي value اولى، فاليو تانية، فاليو تالتة في الاري الاولانية وهكذا. يعني على سبيل المثال هتبقى كده. مثلا نمثلها ان هي 1,2,3 على سبيل المثال، ما تبقاش كلها جملة واحدة يعني one value وهكذا. طيب انا هعمل ايه؟ مجرد ان انا هستخدم طبعا اللي احنا دايما بنستخدمه، حاجة اسمها السبليت. السبليت انت بتديكت انت عايز تقطع ايه. انت لو عملت سبليت فاضي كده زي ما احنا كنا متعودين كل مرة، ان هو هيبدأ ان هو يقطع لك ما بين الحرف والحرف اللي بعده، يعني هيخلي A value لوحدها، B value لوحدها، C value لوحدها الى ما لا نهاية. فانا مش عايز اعمل كده، انا عايز اول ما اشوف الكوما يبدا ان هو يقطع لي فاليو بعد كده الفاليو اللي بعدها. تمام. يبقى دي كده هتبقى فاليو لوحدها، دي فاليو لوحدها، دي فاليو لوحدها. طيب حته ان انا اشوف في مسطره، اسف، في انتر بدوس عليه وانزل نيو لاين، فدي معناها ان انا هستخدم برضو نفس فكره السبليت، بس المره دي هستخدم الباك سلاش ان. باك سلاش ان ده اكسبريشن ليه ان انت دوست على انتر عشان ينزل نيو لاين. المفروض الشكل النهائي اللي هيكون موجود معانا هيبقى عندي array فيها ABC بالشكل ده. تمام. كوما عندي DF او DEF بالشكل ده. تمام. كوما GHI بالشكل ده. تمام. ده كده بالنسبة لي one array. طيب يلا بينا نخش على الاري اللي بعده. المفروض JKL بالشكل ده وهكذا، وكل الكلام ده طبعا عشان داخل سبليت او هعمل ماب، اسف، فالمفروض كل الكلام ده يدخلها لي جوه اري كبيره بتحمل 3 اري جوه وهكذا. انا هنا مش محتاج ان انا غير ان انا اعمل فانكشن على طول، ارو فانكشن هسميها بورس سي اس في زي ما ظاهر عندي كده، واخلي البارامتر او الارجيومنت بتاعها اسميه سي اس في. السي اس في ده اختصار بس الشيت اكسل وهكذا يعني. تمام. طيب المفروض ان انا عايز اعمل ايه؟ السي اس في ده المفروض ان انا هعمل له سبليت بالشكل ده. تمام. انا هسبليت اول حاجه ايه؟ اول حاجه هسبليت هو موجود على سطر ولا لا. فانا هشوف لو في باك سلاش ان موجود حصل، يعني انت دوست انتر، المفروض ان هو هيدخلها لي في اري جديده. بعد كده اعمل ماب. الماب دي المفروض بتديتكت ايه؟ بتديتكت الروز. تمام. فالمفروض ان كل لما هتشوف كوما المفروض ان هو هيدخلها في فاليو داخل الاري. فانا هعمل الرو بتاعتي سبليت بالشكل ده واعمل الكوما بتاعتي. تمام. طبعا عشان انا شغال بالاكما سكريبت فانا مش محتاج اعمل ولا كيرلي براكت ولا اعمل ريتيرن عشان هو على سطر واحد. هعمل كونسول دوت لوج واجرب اشغل، يمكن عندي خطأ ولا حاجة من الحاجات دي. وهحط مثلا، او ممكن يعني قبل ما اعمل الكلام ده ممكن اقول مثلا هنا كونست، وابدا اقول لي مثلا الداتا بتاعتي في باك تك دي بتتعمل ازاي. لو بصيت بصه فوق كده عندك في الكيبورد هتلاقي فيه كلمه ESC اللي هو الاسكيب، تحتها هو ده الباك تك. دوس عليها دوسه واحده بس، تقدر ان انت تعمل الباك تك زي ما انت عايز وتحط كذا لاين زي ما انت عايز.
تمام، وهبدأ أحط الداتا بتاعتي هنا. أول بس ما أشاور على الداتا هتلاقي الفيجوال ستوديو كود بدأ يحدد لك الحاجات اللي معمول عليها انتر والحاجات اللي مش معمول عليها انتر. هنا بص هتلاقي باك سلاش ان، بعد كده حاطط لك الكلمة وهكذا وهكذا. أنا ممكن أشيل بس الباك سلاش اللي في الأولى دي عشان ما تعملش كونفليكت، وأبدأ أدخل الداتا بتاعتي. بص حتى الكواكا بدأت إن هي تدخل لك كل الكلمات، بس في حاجات زيادة في آخر حاجة هنا، في يعني حاجة زيادة. فأنا ممكن بس أمسح الحتة دي، وطبعا ممكن امسح الحتة دي، ممكن امسح الحتة دي. كل حاجة هتبقى مظبوط المظبوط. خلي بالك الباكتيك بيحسب كل حاجة موجودة جواه، يعني انت لو عملت سبيس، عملت تاب، اي حاجة هيحسبها.